البيض أحد الشواهد التاريخية والأثرية التي تدل على عراقة وقدم المنطقة، ولا يزال يقف شامخا متحديا بذلك الظروف القاسية. المتجول بشوارع بلدية الغاسول حتما ستلمح عيناه من بعيد صومعة المسجد العتيق الذي يعلو الهضبة التي شيد عليها وسط القصر، إذ يعتبر من أقدم المساجد التي لا تزال قائمة، حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى القرن الثالث عشر ميلادية، ولا يزال إلى اليوم يحافظ على تاريخه ويقف شامخا متصديا بذلك للظروف الطبيعية الصعبة. معلوم عن هذا القصر أنه بني تحديدا في القرن الثالث عشر أثناء الحضارة المارينية. بعد ذلك في القرن الثالث عشر يبنى المسجد العتيق حتى يكون له الدور الكبير في جمع المسلمين في أوقات صلواتهم في مشاكلهم اليومية الاجتماعية منها وغير الاجتماعية. يتوافد المصلون على هذا المسجد جماعات وفرادى لما يجدونه فيه من سكينة ووقار، فعلى الرغم من بعده عن السكان إلا أنه لا يزال يؤدي دوره الديني، حيث تقام به الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وتلاوة القرآن وذكر الأوراد. لا زالت الصلوات الخمس تقام فيه، كما تقام فيه الصلاة الجمعة، وكذلك الدروس الليلية إن صح هذا التعبير في رمضان وفي غير رمضان. كل من قادم إلى الغاسول إلا وجاء ليصلي في هذا المسجد نظرا لقدمه وعتقه والبركة الموجودة في هذا المسجد والإحساس بالراحة والطمأنينة والسكينة داخله. للمسجد هندسة معمارية متميزة بتصميمه الذي ينسجم مع طبيعة البناء الإسلامي الذي يخلو من كل تعقيد. بني بهذا الشكل، بني بهذا الهرم، بني بهذا الشكل، أشكال هندسية إسلامية. البناء تاع هذا من الطين والحجر، وطبعا العوامل الطبيعية المؤثرة في البناء حتى ما يكونش هناك تصدع وبرودة في الشتاء لأن هنا البرد قاسي. بني في أعلى قمة، يعني أي قطرة تاع ماء تسقط تنزل مباشرة للواد حتى لا يحدث تصدعات في المسجد. يبقى المسجد العتيق ببلدية الغاسول موروثا تاريخيا تزخر به المنطقة كأحد الشواهد التاريخية والأثرية التي تدل على عراقة وقدم المنطقة.